حصتها الفلسفيه. كنت وقتها عندي 11 سنه تقريبا في اولى اعدادي. رفعت ايدي في حصه الدين وقلت يا ميس عندي سؤال، هو احنا بنصوم ليه؟ جاوبتني اجابه تلقائيه نموذجيه، عشان نحس بالفقر. قلت لها يعني الفقراء مش بيصوموا؟ قالت لي لا، الفقراء بيصوموا يا آية، بس ممكن يعدي عليهم ايام يصوموا فيها غصب عنهم، ممكن يوم واثنين وثلاثة ما عندهمش اكل في الثلاجة ولا عندهم فلوس يشتروا بيها اكل. قلت لها طب لو احنا بنصوم عشان نحس بالفقراء، امال الفقراء بيصوموا عشان يحسوا بايه؟ قامت جايه قالت لي اقعدي بقى، بطلي اسئلتك اللي ملهاش معنى دي، انت كل مره تضيعي وقت الحصه في اسئله فلسفيه. بس انا ما يئستش. فات الوقت وعملت اجتماع مع صحابي وقلت لهم هو احنا بنصوم ليه؟ واحده من صحابي قامت وانفعلت وقالت لي هو انت ليه كل حاجه بتسالي ليه؟ هي تكاليف مفروضه عليا تعمليها وانت ساكته من غير ما تسالي. بصيت لاصحابي الباقيين وقلت لهم هو انا قلت حاجه غلط؟ قالوا لي لا، بس الانسان اللي ما عندوش اجابه دايما يتعصب من السؤال. فضل السؤال ده ملازمني، كل ما اقابل حد اساله، بابا ماما اخواتي اصحابي، والكل بيتهرب مني وبيتهرب من اسئلتي. فات الوقت وكبرت اكتر ودخلت ثانوي. وانا قاعده في قعده صقفه انا واصحابي وبنتساءل وبنفكر، قالوا لي آية انا لما بصوم بحس ان انا خفيف زي الريشه. حد تاني من صحابي شاركني وقال لي انا قريت تقرير لطبيب عضوي عالمي قال ان احنا لازم نصوم 15 يوم في السنه عشان ده هينقي جسمنا من كل السموم. يعني احنا بنصوم عشان نحس ان احنا خفاف؟ يا ترى روحنا اللي خفيفه ولا جسمنا اللي خفيف ولا يمكن عقلنا اللي خفيف؟ يعني التكاليف مفروضه علينا عشان خاطر مصلحتنا، عشان خاطر جسمنا ينضف من السموم اللي فيه. بس فضلت الاسئله مستمره وفضلوا الناس يقولوا لي آية بطلي تسالي في كل حاجه، بطلي تقولي ليه بنصلي، ليه بنصوم، ليه بنعبد، اعملي كل حاجه وانتي ساكته. وكل مره كنت برد بآية افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. كنت بحس ان الآية دي كأنها متوجهه لي انا بالذات. افلا يتدبرون يعني لازم اتفكر، اتدبر، افهم. قلوب اقفالها يعني كل ما افهم اكتر واحس بالمعنى قلبي يتفتح. فات الوقت واخيرا دخلت كليه، دخلت قسم فلسفه طبعا عشان احط عنوان عريض للحاجات وابدا اوصل لنتيجه. كان عقلي وقتها عامل شبه الدولاب، في ارفف مترتبه بما ان اذا، وفكره بتؤدي الفكره بتؤدي النتيجه. كنت مبسوطه قوي. وهنا بدات رحلتي من الشك الى اليقين. كنت طول الوقت بسال هو احنا ليه مفيش كتاب مكتوب فيه المعلومات نفتح ونلاقي اجابات الاسئله بمنتهى السهوله؟ ليه ربنا سابنا نكتشف لوحدنا؟ كانت اول اجابه اوصل لها ان كل انسان اصل ليه رحلته. وانا بتامل في يوم قلت يمكن احنا محتاجين نستعين بقوه الهيه عظيمه. ما ينفعش طول الوقت نعتمد على عقلنا، ممكن عقلنا ياخدنا الضلال. فضلت صاحيه طول الليل وبعدين قمت صليت الفجر. الفجر المره دي كان مختلف عن اي فجر صليته في حياتي. كان اول مره المس معنى السكون كركن من اركان الصلاه. قف حتى تطمئن واقفا، واركع حتى تطمئن راكعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا، واجلس حتى تطمئن جالسا. حسيت ان قلبي طاير في الهواء مع احساس السلام، وحسيت كأن ربنا واقف قدامي فعلا وانا بكلمه. الصلاة المرة دي كانت جميلة.
وعرفت يعني ايه سكون لما لمسوا قلبي، لان هو معنى مش بيفهموا العقل لكن بيحسوا القلب. طلعت البلكونه وقعدت اتفرج على النهار وهو بيشقشق. كنت قريت مره معلومه ان انت لو عملت كده كانك عملت عمره. دعيت ربنا وقتها باخلاص قوي ان هو يتقبلها مني عمره، وان هو ينور لي بصيرتي. يا رب ايه اللي انا محتاجه اشوفه، ايه اللي انا محتاجه افهمه. جالي الهام كده رباني ان احنا بنصوم عشان ندرب ارادتنا. يعني يبقى قدامك الاكل والشرب متاحين وانت تختار ما تجيش جنبهم. تبقى بتشتهي لكوبايه قهوه عشان تعدل مزاجك، بس انت بمزاجك ما تقرب لهاش. حسيت براحه وقتها. كان اول مره المس معنى الاراده الحقيقي. الاراده يعني تصوم، الاراده يعني تمتنع، الاراده هي انت، الاراده معنى انك تكون انسان حقيقي.